اليوم راح أحكي لكم قصة بنات كرديات بالإعدادية. من داعش اقتحم المدرسة وخذوهم سبايا. الجيش الأمريكي كلف مرة حتى تروح وتقاتل داعش وتنقذ البنات. وأهلا وسهلا بكم بقناة سالفة فيلم. واليوم نحكي عن قصة فيلم ديري أنجل. ببداية الفيلم بالعراق نشوف رجال اسمه أمير، بعد ما واحد قاعد يمه بمطعم انطفت ورقة، غام أمير ورجع للبيت. هنا نكتشف انه هو تابع لداعش. يأمر يطلعون 5 جنود أمريكان من قفص. بعدين أمير ياخذ وحدة من الجنود بنت اسمها جي، يطلعها للشارع ويعطي ربعها حجارة حتى يرجمونها، لأن هي حسب رايهم أساءت للإسلام. بس لأن واحد منهم ما قبل يرجمها، أمير يقتل واحد من الغرويين حتى يخوفهم، وبعدها يرجمون جي بالحجارة. وبعدها تجي هليكوبترات أمريكية وبطريقة تشبه الأفلام الهندية، يسيطرون على المكان وياخذون جيك وياهم بالهليكوبتر. أمير يطلع RPG ويفجر وحدة من الهليكوبترات، وهالشيء يخلي باقي الجنود يزربون على روحهم ويركبون بالهليكوبتر الثانية. جاي تبدي ترجي الطيار لا يترك ربعها، بس هو ما يسمعها، ومن فوق تشوف أمير يقتل ربعها واحد واحد. بعدين الفيلم ينطينا قفزة زمنية ل4 سنين قدام، وياخذنا المدرسة دولية بالعراق وبمنطقة كردية، وهناك نشوف بنات ورديات، وهنا بالحمام يحجن ويضحكن وشربن جقاير. بس فجأة يكتشفن انه داعش هجم على المدرسة. وحدة من البنات تقول لهن لازم نصعد على السطح بسرعة. بنفس الوقت البنات اللي ركضن للحوش يطيحن بيد داعش بقيادة نفس الرجل أمير الملتحي. شوية بعد أمير يصيح بصوت عالي منه من البنات بنت الوزيرة كاميلا دانو، بس ما حد يجاوبه، لحد ما وحدة من المعلمات تقول هي اليوم ما جت المدرسة. أمير بدون ما يخليها تكمل حكيها يضربها برصاصة براسها. وراها الدواعش يرجعون يدخلون للمدرسة ويفتشون كل مكان. البنات يركضن على السلالم حتى يشردن، وبهاللحظة وحدة من البنات تنصدم ويا داعشي، يطيح سلاحها تاخذه وتبدي تضرب بيه وتقتل كم واحد. ولحد ما خلصت الطلقات مالاتها أمير يوصل ويمسكها ويقول متأكد انك بنت الوزيرة. هناك بسبب كلامها الجريء أمير يأمر ياخذون 2 من رفقاتها ويرمونهن من فوق السطح. بنفس الليلة تشوف الوزيرة بالأخبار وتعرف انه بنتها وسط هالمجزرة، وشرط الإفراج عن كل وحدة 10 مليون دولار، بالإضافة تحرير شخص اسمه شيخ الشمالي. بهالوقت نكتشف أن الدواعش حطوا البنات بغرفة. من الجهة الثانية بأمريكا نشوف جيك بعد تمرين رياضي شاق ويا صديقها ورفيقها القديم درايفيس يحكي لها ويقولها لازم نروح بمهمة مهمة. بعد شوي نكتشف انه درايفيس جمع فريق باكستان، وهذول 2 راح ينضمون للمجموعة حتى ينقذون البنات من ايد الدواعش. بس جيك ما تريد تروح بالمهمة لحد ما تعرف انه زعيم الدواعش امير ما غيره. هنا نكتشف انه ماخذين البنات لافغانستان. واخيرا جيك توصل لباكستان. بالمطار يجي واحد اسمه عباس وياخذها يم الجروب مالتهم. نشوف انه كلهن نسوان وكل وحدة عندها تخصص خاص الا واحد هو رجال وطبيب. بعدين جيك بسرية تتصل ببت أفغانية حتى تاخذ منها معلومات، وهي قبل منجهة البت من ايد الدواعش. ولما يوصلون الوزيرة كاميلاندو تجي وتقول لهم انها مستعدة تدفع 10 مليون دولار عشان تتحرر بتها. وباليوم اللي بعده ينطلقون، وهاي المرة جيك تركب سيارة عباس لأنهم ناويين ياخذون شاحنتين دواء ويعبرونهن من الحدود لأفغانستان. بعد كم ساعة بالحدود لما الجنود يفتشون الشاحنات يجي عقيد اسمه بشير ويوقفهم، وبالسرية يعطي رقم تليفونه لدرافيس ويقول له إذا احتجتوا أي مساعدة بأفغانستان خبروني فورا. باختصار هم يمرون الحدود بسلام. أول شيء يشوفونه هو السجن واللي بيه شيخ الشمالي. ومن الجهة الثانية أمير بعد ما يأمر يجيبون وحدة من البنات عدة، يقول لها أنا ناوي أطلق سراحك، بس يقول لها لازم ترحين للشرطة وتسلمين لهم فد ورقة. بعدها جيك بعد ما تسلم الدول للفرقة العسكرية تروح بنفسها للمرأة الأفغانية حتى تعرف من عندها وين الدواعش مخبين البنات. بنفس الوقت واحد من الدواعش ينزل البت قدام مركز الشرطة، وبعدين تروح للشرطة وتسلمهم الرسالة، ولما يغروها يلقون مكتوب هذا الرد على خيانتكم. وبعدها الدواعش يفجرون سيارة قدام باب المركز وكلهم أجمعين يرحون إلى ديار الخلد. بعد كم ساعة جيك تقول لربعها لقيت العنوان اللي مخبين بيه البنات، والمعلومة جتني من بنت أفغانية أنا قبل أنقذت حياتها، فهاي المعلومة موثوقة. وبالليل بعد ما يفجرون مخزن عسكري لطالبان أغلب القوات تخرج من قواعدهم، وبهاي الطريقة يدخلون للمخزن وياخذون الأسلحة اللي يحتاجونها من المخزن. بس للأسف يقتل طبيبهم
ووقت الشردة جيك تجبر مالك حتى يرجع وياخذون جثة الطبيب، ولما توصل التعزيزات من طالبان يصاب ترافيس هم، بس بطريقة أو بأخرى ينجحون يهربون من هناك. بعد مقتل الدكتور وترافيس جيك تطلع رقم بشير من جيب ترافيس وتعطيها الوحدة من البنات حتى تلاقي العنوان أو المكان مال هذا الرقم. وبعدها وحدة من البنات تحاكي جيك وتقول لها السبب اللي خلى ترافيس يموت انتي، بس جيك ترد عليها طالبان يفكرون انه هالشي اللي صار وياهم من طرف الدواعش، واذا شافوا هاي الجثة راح يفتهمون انه امريكا تدخلت بهالموضوع. واخيرا لما يلقون موقع بشير يرحون عنده ويحفرون قبر بحديقته حتى يدفنون به جثة ترافيس والدكتور. بعد كم ساعة الوزيرة كاميلا دانو وصلت لهناك حتى تعطيهم خبر مقتل وحدة من البنات، وبعدها المدام كاميلاندو تعطيهم 10 مليون دولار مزورة. من الجهة الثانية الدواعش ياخذون بادية لعند أمير يقول لها أنت بنت شجاعة واريدك تصيرين زوجتي حتى تولدين لي أولاد أقوياء وشجعان. بادية ترد بعنف وتتفل عليه، وهو يرد عليها يقولها راح انتقم منك، بس إذا تتزوجيني ما أقتل رفقاتك، أوديهن لأقوى ناس عندي وزوجهن من ربعي. بنفس الوقت البنية الأفغانية تروح لجيك وتقول لها طالبان خايفين ويريدون ينقلون الشيخ من السجن لمكان أمني عالي. جيك بعد ما تسمع هالخبر تقول فلوس عدنا، ظل عدنا بس الشيخ، يلا نروح ناخذ الشيخ. باليوم الثاني غوات طالبان لما يردون ينقلون الشيخ نشوف جيك وفريقها يختبون بكان على الطريق. لما راكي تشوف باص مدني جاي تركض فورا وتتصادم وياه حتى توقفه، بس هنا تطيح حدر الباص. بعدين فريق جيك يكمل ويضرب غوات طالبان وياخذون الشيخ وياهم، بس لما جيك تشوف غوات أكثر قاعدة توصل من الطالبان تضطر تترك راكي حسب طلبها. وقبل ما تمشي جيك تطلب من راكي تخبر قوات طالبان انها جندية امريكية، وهنا عباس يموت. وباليوم الثاني يدفنون جثة عباس ببيت بشير. بنفس الليلة تلفزيون طالبان يذيع صورة راكي ورجل ملتحي واقف وراها بسكين ويقول بس الجماعات مثل داعش يوظفون هيك بنات، وراكي بدون ما تكشف انها جندية امريكية تضحي بنفسها أثناء المهمة حتى تنقذ حياة البنات، لأن هذا الملتحي يقطع راسها قدام الكاميرا. بعد هالشي جيك تعصب كلش وتاخذ سلاحها وتروح صوب الشيخ، وهنا تكتشف أنه البنت الأفغانية كانت جاسوسة للدواعش ودزت الموقع مالهم للدواعش. هنا جيك تعصب بعد أكثر، جيك تخلي الفلوس والحقائب والشيخ كمصيدة حتى يجون الدواعش وياخذونهن، خاطر يتابعونهم ويكتشفون بكانهم. بعد شوي أمير يجي يلقي الأفغانية ويحضنها ويامر ياخذون الشيخ بالسيارة ويحط كل الفلوس بالسيارة أيضا. خلال الرحلة الشيخ يسأل أمير أنا ما شفتك قبل، ليش كل هالاحترام والمودة؟ أمير يرد لا تفكر أنا معجب بيك، أحبك لأن كنت تعرف أمي وأبوي وأنت اللي عقدتهم. باختصار لما الدواعش يدخلون النفق اللي تحت الجبل نشوف فريق جيك باستخدام الهاتف اللي قبل رماه بالحقيبة مات الفلوس يطيحون بموقعهم بخطة محكمة، يدخلون النفق عن طريق فتحة التهوية. بعدين بما انه بعض النسوان موجودات بالمنطقة يستقبلن الرجال، جيك تروح بينهم بالحجاب الكامل وتستعمل الكاميرات حتى تعرف مكان احتجاز البنات وتروح تعاين الهن. بعدين ترسل الموقع للجيش حتى يرسلون هليكوبتر للنفق. بنفس الوقت أمير يأمر يجيبون بادية بهدوم وملابس كشخة حتى الشيخ يعقدهم، ولما الشيخ دا يحاول يقرأ الآية كاملة أمير يقول له اقرأ بس النكاح سنتي وخلي الباقي يولي. الشيخ يسوي الطلبة منه ويقرأ صيغة العقد. بعد العقد أمير يعاين للشيخ ويقول له بلحيتك الكسفة قبل لا يقتلون أبوي وأمي أنت قريت صيغة الطلاق عليهم، وبعدين يهدده ويضربه بالسيف ويقطع راسه. بعدين باقي البنات ومالك من دخلوا للنفق يبلشون يحاربون الدواعش، بس بعد شوي أمير يكتشف أن الفلوس مزورة. وبعد شيء الموبايل كان داخل الجنطة، يطلق طلقة على الجاسوسة ويأمر بادية يقلها أول وظيفتك المنزلية هي تنظيف مكان الجريمة، ويطلع عن الغرفة بس ينسى يسكر الباب على بادية. وهنا البنات قاعد يغضن على الدواعش واحد واحد. بادية تقرر تهرب من الغرفة وترجع للبنات، لكن فجأة تواجه جيك، وبعد ما يتعرفون على بعض تنطي البنات بيد بادية وتقولها ابتعدي من المكان. بعدها تصير مواجهة بين جيك وأمير ويدخلون بصراع. بنفس الوقت بشير والباغين يغطون البنات حتى يقدرن يوصلن روحهن للسيارة.
ونشوف انهم ينجحون بهاي المهمة. بعد شوي جيك رغم انها كانت تخسر من امير فجأة تقدر تستخدم سيفه وتصيب امير مباشرة وتنهي المعركة. بعد ما يموت بشير جيك تحاول تنقذ كيك، بس هو يطلب منها تركز على هروب البنات ويركبون بالسيارات ويشردون من النفق. آخر القصة نشوف لما توصل هليكوبتر الجيش الأمريكي جيك تركب البنات والباقين وياهم حتى هي ومالك يرحون وينقذون الجندي اللي ظل محبوس بالنفق وتنتهي القصة. عادة ما نقول هالشي، بس إذا الفيديوهات عجبتكم رجاء خلوكم محترمين واضغطوا لايك واشتركوا بالقناة، وبعد مرة رجاء اضغط على واحد من الكروت اللي طلعت على الشاشة اللي طلعت روحنا حد ما سوينا هالفيلم، ومشكورين لأنكم بقيتوا ويانا نهاية الفيديو.